328 مليار دولار هو حجم سوق الذكاء الصناعي الحين. 407 مليار دولار هو حجم السوق المتوقع في 2027. 38% هي نسبة زيادة الطلب على المتخصصين في الذكاء الاصطناعي في ال10 سنين الجاية. طيب السؤال الحين، كيف اقدر استغل الطلب الكبير ده؟ احنا راح نقول لك على 5 وظائف الذكاء الاصطناعي مطلوبين في السوق وانت وشطارتك. اول وظيفة هي الاي اي تشات بوت سبيشاليست، وده الشخص اللي بيصمم التطبيقات اللي تقدر تجاوب بشكل تلقائي على اسئلة البشر. وتاني وظيفة هي اخصائي انظمة التصنيف، او بمعنى اصح المسؤول عن تطوير انظمة تساعد على تصنيف البيانات المختلفة. ثالث وظيفة هي الريكومنديشن سيستمز، وهو الشخص اللي وظيفته انه يطور انظمة وتطبيقات بتقدم توصيات للعملاء بناء على تفضيلاتهم وسلوكهم. رابع حاجة وقبل الأخيرة هي وظيفة الكمبيوتر فيجن سبيشاليست، وده بيكون مسؤول إنه يطور أنظمة تحلل الصورة المرئية زي الصور والفيديوهات. وأخيرا وخامس وظيفة الناتشورال لانجويج بروسيسنج سبيشاليست، وهو المسؤول عن تطوير أنظمة لتحليل الكلام المكتوب والمسموع. طيب كلمة أخيرة، إذا تبغى تضمن وظيفة في المستقبل فأنت لازم تطور مهاراتك وقدراتك في تكنولوجيا المستقبل وهي الذكاء الاصطناعي، وده اللي بيخليك تقدر تحافظ على شغلك في المستقبل من غير أي خوف إن الذكاء الاصطناعي يحل محلك.